انسي خالص انك تخافي ان تفشل معاكي اي كيكه بعد كده. للتورته تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعملها ازاي وهنوفر فيها قد ايه. انا رحت سالت عليها لقيتها ب 300 جنيه. هنعملها النهارده باقل من نص ثمنها بكتير. طريقه سهله زي ما اتعودنا وكمان مضمونه. يلا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنستخدم النهارده 6 بيضات ونص كوبايه من ميه من الحنفيه عادي بدرجه حراره المطبخ. وكمان نص كيلو من دقيق الاسبونج. والدقيق ده استخدميه وانت في بطنك بطيخ صيفي. بس اهم حاجه تكوني واثقه من المكان اللي هتجيبيه منه. ما يكونش غايب ما يكونش مخلوط بحاجه تانية. وان شاء الله هتلاقي معاكي نتيجه هتبقى انا مش هقولك زي بتاعه المحلات. لا اوعدك ان هي هتبقى احلى من بتاعه المحلات. كفايه النظافه والجوده وان انت تعملي الحاجه وغاسله كل حاجه طبعا في محلات بتبقى بتعمل كل ده بس يعني برضو حاجه البيت لا يعلى عليها. حطيت 6 بيضات وعليهم رشتين 3 كده من الفانيليا سواء سائله او بودره مش تفرق. وحطيت نص كوبايه الميه وحطيت نص كيلو دقيق الاسبونج كله. في منه بالفانيليا وفي منه بالكاكاو وانا استخدمت اللي بالكاكاو. لو جبت بالفانيليا نفس الطريقه بالظبط يعني مفيش اي اختلاف. وهضربهم لحد ما يوصل قوامهم لحاجه اسمها بوز بطه كده. يعني ايه بوز بطه؟ يعني اول ما تسيب المضرب الحبه اللي نازلين من المضرب يبقوا ثابتين. هنشوفها مع بعض. بصوا هنا سايله اهي بوريكم ان هي سايله. ضربتها تقريبا من 8 دقايق ل 10 دقايق ولو المضرب بتاعك مضرب صيني يعني بتبقى ايه بتشغلي دقيقتين 3 وتوقفي. بصوا اهي فضلت ثابته البوز اللي بقولك عليه. في الوقت ده انا كنت مبطنه الصينيه بورق الزبده. دي الصينيه الوسط في الصواني الالومنيوم. طبعا لو عايزاها اعلى من كده هتصغري الصينيه عايزاها ارفع من كده هتكبري الصينيه. وحطيت الخليط كله في الوقت ده انا مشغله الفرن درجه حراره 170. حطيتها في نص الفرن. خدت معايا بالظبط ساعه. تمام كده. وده شكلها بعد ما طلعت اتاكدت ان هي استوت ازاي. لما بحط فيها عصايه الشيش او السكينه او اي حاجه بتطلع ناشفه زي ما انت شايفه كده. طبعا انا مش عايزه اشتغل فيها خالص وهي سخنه عشان ما تبقاش تفرفت معايا وتعذبني في الشغل فانا غطيتها بعد ما بردت. وحطيتها في التلاجة كام ساعه. دلوقتي هنعمل الكريمه. انا حطيت هنا كوبايتين كريم شانتيه. انا استخدمت كريمه المتحده دي يعتبر من افضل الانواع اللي انا استخدمتها. عليهم كوبايه الا ربع سكر وهنا حطيت معلقه كبيره مليانه من لبن البودره. عايزه تزودي لبن بودره عن كده ممكن تزودي. وحطيت كوبايه ميه متلجه ساقعه جدا. وابتديت اضرب وفضلت ازود ميه شويه بشويه. تقريبا انا حطيت على الكوبايه دي كوبايه ونص كمان. بس انا يعني من تجربتي مع الكريمه بحط الاول حبه وبعد كده ازود حبه بحبه لان في كريمه ممكن الكوبايه تاخد كوبايه وممكن من نوع تاني من الكريمه ياخد الكوبايه كوبايه ونص ميه فانت بتحطي الاول كوبايه وبعد كده بتزودي حبه بحبه لحد ما بتلاقي القوام بتاعك ده انا مش عايزاها خفيفه. انا عايزاها متماسكه قوي زي ما انتم شايفين كده. طلعت الكيكه من التلاجة وهشيلها من ورق الزبده تكوني حريصه بس. يعني واحده واحده كده وانت بتطلعيها عشان ما تتقطعش معاكي. مهم قوي ورق الزبده عشان بيطلع شكلها يعني زي ما انت شايفه كده ولا حته متقطعه من هنا ولا حته متقطعه من هنا. ولا لزقت معاكي في الصينيه ولا الكلام ده كله بتطلع زي ما انتم شايفين في منتهى الجمال. لو عملتي الخطوه دي وانت مطلعاها من الفرن سخنه لا بتتفرفت معاكي وبتبقى هشه بزياده يعني. تمام ادي شكلها معانا اهو زي ما اتفقنا في اول الفيديو. لو عايزاها اعلى من كده بتصغري الصينيه شويه. وهنا اقطعها أنا ممكن تقطعيها باي طريقه عندك ممكن بالسكينه المشرشره الطويله بس بما ان انا عندي منشار التورته فبصراحه بحب اقطع بيه لان هو بيطلعها لي متساويه جدا. يعني بصوا زي ما قال الكتاب زي ما انتم شايفين كده. الكيكه بصوا يعني زي ما قال الكتاب. واخده كفايتها في كل حاجه. سبتها ترتاح وخدت ضرب كويس ومستويه مظبوط. مية مية كده. هنا هشيل الوش اللي بيبقى ملزق ده من فوق. بتشيليه بالراحه خالص كده ببص سكينه ببص شوكه باي حاجه كده بتشيليه. وهنا هنبتدي نزين الكيكه. انا حطيت قطعه من الكريمه تحت في اللي هي القاعده بتاعه التورته عشان ما تتحركش معايا وانا بزينها. وهنا انا عامله نص كوبايه ميه على معلقه سكر ودوبتها فيها وحطيتها على النار شويه. ممكن تحطي بقى معلقه من الجناش ممكن تخليها ميه بسكر بس. ممكن تحطي نوتيلا تطعمي بس الطعم اللي هو الميه اللي احنا عملناها دي عشان تدي طعم حلو قوي للتورته. بعد ما سقيتها هبتدي بقى افرد الكريمه. لو هنا عايزه تحطي اي حاجه فوق الكريمه براحتك. عايزه تحطي فاكهه ماشي عايزه تحطي مكسرات ماشي. عايزه تحطي اي نوع من انواع الكريسبي ماشي. عايزه تحطي اي حاجه انت بتحبيها ممكن ان هي الفواكه المسكره ماشي. عايزه تخليها من غير اي حاجه خالص ماشي. يعني كل الحاجات متاحه بالنسبه لك. انا حطيت فراوله كنت حاطه عليها معلقه سكر وركنتها جنب شويه. سيبتها بس لما تنزل ميتها شويه. وفردت رقة الفراولة.
وخلاص كده. وبالنسبه للجزء التاني برضو هشربه من اللي هو الميه بسكر بالنوتيلا او بالكاكاو او باي حاجه، ممكن تبقى عصير اي حاجه انت بتحبيها. بس انا بصراحه كنت حاطه نص كوبايه ميه على معلقه سكر على معلقه من الجناش اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده. وهنا الكريمه هم عايزينها غامقه، فضفت عليها معلقتين من الكاكاو الخام. انا استخدمت كاكاو خام اللي هو بتاع دريم، اللي هو الجميل ده اللي انا كنت قايله لكم عليه اكتر من مره. وهنا حطيت معلقه من النوتيلا، بس اتاكدي كويس عشان الجو الساقع قوي ده بتبقى بصوا ماسكه جامد. اتاكدي كويس قوي مع الضرب ان هي دابت، ده بيديها الكريمه طعم غني جدا جدا. هبتدي بقى اجلس التورتايه. دي افضل طريقه انا يعني جلست بيها التورتايه، انك بتجيبي كيس تلاجة او القمع او اي حاجه، المهم توزعي بيها. يعني افضل نتيجه انا استخدمتها كان إن اوزع كميه وبعد كده اشيل اي زيادات زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت شايفه ان الكميه كبيره، كل ده وانا بساوي بيزيد بحطه في الطبق تاني اللي جنب مني. واحده واحده كده الخطوه دي بتيجي معاكي من الممارسه طبعا. مش من اول مره بتيجي معاكي مظبوطه قوي، لكن مره على مره على مره بتبقى متساويه جدا مع العاده يعني. عايزه اقول لك ان اول كام تورتيه عملتهم كانوا صعبين جدا، بس مع الوقت ايدك بتاخد على ان تطلع الحاجه متساويه. حطيتها في التلاجة شويه، وده كان عندي شويه جناش لفيتهم شويه على النار. وبرده يعني افتكرت في الاخر ان انا احطهم عشان تدي طعم كويس. وهنا عندي اللي هي الحاجات اللي بتعمل اشكال دي، لو مش عندك ممكن تعملي بشوكه، ممكن تعملي باي شكل تاني. حطيت شويه من الجناش وهبتدي اعمل بيهم اللي هي الدربات اللي هي بتتعمل دي. بس طبعا انا عشان مش مالكه، انا الكاميرا على يميني دلوقتي وهي المفروض تبقى على شمالي، وانا مش هينفع احطها في شمالي. فيعني انا عايزه اقول لكم ان انا هنا مش مالكه التصوير قوي. عملت كده روزيتات صغيره وهبتدي اقسمها. التزيين الخارجي ده او التزيين النهائي للتورتايه ده بتاعك انتي. ممكن تكتفي باقل الامكانيات، وممكن تحطي الحاجات اللي انا حطيتها دي. انا حطيت فراوله وحطيت فلوتس وحطيت اللي هو مربى حليب، وده كده شكلها النهائي. عايزه اقول لك ان طعمها احلى من اللي بنجيبها من بره بكتير. خصوصا لو هتحطي حاجات على الكريمه، انت ممكن تحطي على الكريمه دي، ممكن تحطي قشطه، ممكن تحطي بس كريم، ممكن تحطي حاجات بتخلي طعمها غني جدا. ممكن تحطي كريمه لباني اللي هي البودره، او اللي هي كريمه اللباني العاديه اللي هي ستايله. الافكار كتير جدا جدا في التزيين. المهم انا عايزه اقول لك ان لو جربتي النتيجه دي حقيقي حقيقه هتعجبك جدا وهتعجب الولاد. وخصوصا ان هي حاجه يعني سعرها على قد ايدينا، وكمان هتديكي نتيجه احلى من المحلات كمان. تعالوا بقى نشوف شكلها كده من جوه. ولو وصلتي معايا لحد هنا بالفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني. ويلا نشوف شكلها من جوه كان عامل ازاي. كان طعمها مش قادره اقول لكم قد ايه كان حلو. وعايزه اقول لكم كل ما بتقعد في التلاجة كل ما بتبقى احلى. يعني لو عملتي الخطوه دي وكلتيها بعديها بكام ساعه بتديكي نتيجه احلى وطعم احلى بكتير كمان. هسيب لكم هنا الجزء بتاع ان الكيكه من جوه شكلها عامل ازاي، واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم.